السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبداو. بما انكم عرفتوا ان وان بيس هو الانمي المفضل ديالي، في هذا الفيديو غندوي على واحد الحاجه اللي خلات من وان بيس انمي واعر، واللي هي المقولات ديال الشخصيات. من المعروف ان وان بيس فيه مقولات اللي واعرين، وباش نتفقوا انا ما سوقيش في اللي قال هاد المقولات مادام انها معبره وعميقه غنقولها، واخا يكون قالها ايفانكوف وما كيهمش الا كنت غنعاود شخصيه وحده اكثر من مره مادام ان عنده مقولات معبره بزاف. هاد الفيديو غندوي على 10 ديال المقولات، ولا عجبكم هذا الفيديو راه نقدر ندير جزء ثاني. المقولة رقم 10 اللي غنبداو بها واللي هي عندها علاقة بفساد الحكومة. المهم المقولة جات على لسان توري مونكي دي دراغون، ملي قال: لا يمكن أن تكون هناك سعادة في عالم يتم فيه التخلص من غير المرغوب فيهم. وزيد جيه قدام الناس وقال: أولئك الذين يرغبون في القتال إلى جانبي من أجل الحرية فليصعدوا على متن سفينتي. والهبة ديال هاد خونا والشخصية القيادية ديالو خلات بزاف ديال الناس اللي تظلموا من طرف الحكومة ينضموا ليه. المقولة رقم 9 هي اللي جات على لسان اوياجي ولا اللحية البيضاء ولا ادوارد نيوغيت اللي بغيتي، اللي قال: بغض النظر عن والدك فنحن جميعا ابناء البحر. وهذه المقولة قالها اللحية البيضاء الايس اللي كنا عارفينه انه ما كيحملش باه، واللي هو روجر، بسبب السمعة ديالو اللي كانت خايبة عند بزاف ديال الناس في ذاك الوقت. والسبب الثاني اللي هو انه خلاه يعيش حياته ديما مخبي على بنادم شكون باه، حيت الا عرفوا باللي روجر هو باه وباللي هو من السلالة ديالو غيقتلوه. وهنا فين اوياجي قال ليه انه من غير العدل ان بنادم يحكم على ولد صغير بسبب داك الشيء اللي كان تيدير الوالد ديالو. ادوارد ما كيهموش شكون باك مادام انك طلعتي السفينه ديالو راه غتولي من العائله ديالو. نجيو المقولة رقم 8. عندنا مقولة رورونوا زورو اللي قال: إذا لم أستطع حتى حماية حلم قائدي إذن الطموح الذي أسعى إليه لا شيء سوى كلام فارغ. وهذه المقولة جات في أرك تريلر بارك ضد كوما اللي كان بغى يخطف له في القائد، ولكن زورو حبسه وبين أنه قادر يضحي بحياته وبالحلم ديالو اللي ماشي سهل على قبل القائد ديالو. وهنا بين لنا زورو أنه واحد من أعظم الشخصيات ويستحق أنه يكون ثالث أقوى واحد في الطاقم من بعد لوفي وسانجي. ما تقلقوش فانز زورو تنضحك. وعلى ذكر سانجي المقولة رقم 7 غتكون ديالو اللي قال: حتى لو كلفني الأمر حياتي أنا لن أركل امرأة. وهذه المقولة في الأول كان كيحسب الناس سانجي عنيبة، ولكن في الفلاش باك ديالو عرفنا علاش كيحترم العيالات ومستحيل يضربهم، حيت النهار كان باه وخوتو كيتنمروا عليه وكيضربوه كانت الأم ديالو هي السند ديالو، ومن بعد ما ماتت لقى اختو في جنبو اللي عاوناتو باش يهرب، وكيبقى هذا هو أحسن فلاش باك في النظر ديالي. ودابا ندوزو للمقولة رقم 6 ديال ثاني احسن شخصية عندي في وان بيس اللي هو ترافالغار دي واترلو، اللي قال: الضعفاء لا يقررون اي شيء ولا حتى كيف يموتون، بحكم كما عارفين الطريقة كيفاش كيتسير بها العالم. وهنا كندوي على وان بيس باش ما تغلطش الامور. اشخاص الضعفاء اللي لا حول ولا قوه لهم ما عندهم حتى شي راي طريقه ديال العيش ديالهم، ونفس الحاجه كتنطبق على الموت ديالهم. وفي هذا العالم عندك جوج خيارات: يا تكون الصياد ولا تكون الفريسه. المقولة رقم 5 غتكون الأقوى شخص في وان بيس اللي هو شانكس، اللي قال: يمكنك أن تسكب الشراب علي أو حتى أن تبصق علي، كل هذا يضحكني لكن لن أسمح لك بإيذاء صديق لي. وبسبب هذه المقولة شانكس كبر في عينين لوفي وزاد كبر في عينين المتابعين ديال الانمي، وبين أنه واخا هو من أقوى الشخصيات في القصة ولكن بين على التواضع ديالو، وبين لنا أن العنف ماشي ضروري إلا ما كنتيش غتدافع على شي حد عزيز عليك. وفي المرتبة 4 عندنا مقولة ايس: لا أكترث بالعيش آلاف من السنين، إذا عشت لنهاية اليوم فسيكون ذلك أكثر من كافي. هذه المقولة جات في أرك ألاباستا ملي عرض عليه واحد البائع تفاحة ديال الذهب، واللي قال عليها هذاك البائع أنها تفاحة خارقة وأي واحد شراها غيعيش آلاف السنين. ولكن هنا ايس ما بغاش وقال ليه: لا أهتم للعيش كل هذه السنين. وايس من النوع اللي كيعيش نهار بنهار، ولكن تخيل معايا زعما كون شراها ايس واش يقدر يكون باقي عايش دابا؟ في المرتبة 3 عندنا واحدة من أحسن المقولات في هذا الانمي ديال الدكتور هيلولوك: متى يموت الشخص في نظرك؟ عندما تخترق رصاصة قلبه؟ خطأ. عندما يحتسي شرابا ساما؟ خطأ. عندما يصاب بمرض لا علاج له؟ خطأ.
بل يموت الإنسان عندما ينساه الآخرون. وكمل المقولة ديالو بجملة أنه واخا غيمشي يعني غيموت، الحلم ديالو غادي يتحقق، والقلوب ديال الناس المحطمة غادي يجي اللي يعالجها. وهاد الكلمات إشارة لتشوبر أنه في الآخر غادي يحقق الحلم ديال الدكتور هيلولوك، وغيخترع دواء يقدر يعالج به كاع الأمراض ديال العالم. في المرتبة 2 عندنا مقولة مارشال ديتيتش: أحلام الناس لا تنتهي. وهاد المقولة مشهورة أكثر من تيتش اللي قالها في أول ظهور ليه في الانمي، ملي تلاقى بلوفي وزورو ونامي قبل ما يدخلوا للجراند لاين، ملي كلا لوفي وزورو العصا من قراصنة بيلامي، واللي كانوا ما قابلينش فكرة أنه كاينة شي جزيرة في السماء. وهنا تيتش بالضحكة المشهورة ديالو زي ها 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 قال: العصر الذي تنتهي فيه أحلام القراصنة. وهنا كيتساءل زعما اشنو وقع لذاك العصر؟ احلام الناس لا تنتهي. وهنا سول لوفي: هل انا محق؟ دعهم يضحكون، اذا كنت تسعى للقمه فقبضتك وحدها لا تكفي، لكي تصل الى هناك يجب ان تتبع حلمك. وهذه وحده من اكثر الاقوال شهرة في وان بيس، واخا انها جات من اكثر شخصيه مكروهه في هذا الانمي. واخيرا وليس اخيرا، في المرتبه الاولى عندنا المقوله ديال الرائع سانجي: كونك ذكرا فهذا قدرك، لكن كونك رجلا فهذا من عمل يدك. وهذه المقوله عميقه، داكشي علاش درتها في المرتبه الاولى، ماشي حيت سانجي هو الشخصيه المفضله ديالي، داكشي علاش. المعنى ديالها انك ماشي غير تزاديتي ذكر يعني راك راجل، زاديتي ذكر هذاك القدر ديالك، ولكن باش تكون راجل تخدم عليها. وراه دابا كنشوفوا في حياتنا بلي راه ماشي كاع تكون رجال، المعنى راه وصل. وبهاد المقوله غنكونوا سالينا الفيديو ديال اليوم، كنتمنى يعجبكم. تلاقاو في فيديو جديد، تهلاو.